مرحبا، يعطيكم ألف عافية. تعالوا معي لنعمل أطيب برك زيتون أخضر ممكن تحضروها. قليت الجزر بزيت الزيتون، بعدها ضفت عليه حبتين فلفلة خضراء وحبتين حمراء ونزلت عليهم الدرع. آخر شي بضيف عليهم ربع كيلو من زيت الزيتون الأخضر المقطع منزوع النوى. فيكن إذا حبيتوا تضيفوا الزيتون الأسود. بالنسبة للبهارات حطيت فلفل وزعتر أخضر وملح. وآخر شي بضيف معلقة كبيرة من دبس الفلفلة، بتعطيها نكهة كتير طيبة. حطيتها حدة، وانتوا إذا ما بتحبوا الحد فيكن تخلوها حلوة. بالنسبة للرقائق أنا اشتريتهم جاهزين من السوبر ماركت ولفيتهم رولات بهذا الشكل، وسكرتهم بالمي والطحين عشان ما يفتحوا أثناء القلي. قليتن على زيت حامي وما تركتن ابدا، لانه الرقائق هي كتير حساسة وفورا بتتشقر وبتاخد لون حلو. فما رح تسألوني اذا فينا نفرزهم، طبعا فينا وانا جربت هذا الشي، لكن لاحظت انه وقت اللي بطلعهم من الفريزر لحتى اقليهم ما بتظهر عليهم هاي الفقاعات ولا بياخدوا شكل حلو. هاي النتيجة النهائية، نكهة كتير طيبة. والقرشة كمان ما فيني اوصف لكم اياها. بتمنى كتير انكم تجربوها وما رح تندموا، رح تدعولي عليها. حشيت كمان برك لحمة وكمان بيرك جبنة اللي ما فينا نستغني عنها بسفرتنا. رح انزل لكم فيديو تاني بطريقة الحشوة هي العجيبة اللي مستحيل انا اغيرها. ناطرة منكم تكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، واحكوا لي كمان اذا انتم جربتوا هاي البرك من قبل او لا. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، وشكرا كتير لكم.